ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده دايما يا رب. وصلوا بينا على النبي قبل ما نعمل اي حاجه، وقبل ما اقول لكم على اي حاجه تصلوا بينا على النبي. يلا قولوا كلكم كده مع بعض: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. النهارده بقى كده يا حبايبي هوريكم كده حاجه تحفه جميله جدا. زي ما انتوا شايفين كده الخبيز الفلاح، الخبيز بتاعنا الفلاح الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا بقى ده فيديو ما مش زي اي فيديو، احنا كده بنخبز عجين بكمية كبيرة، مش شوية عجين يعني شوية صغيرين كده وخلاص 3 كيلو 4 كيلو دقيق، لأ. ده ما شاء الله بتاع 50 كيلو دقيق طبعا يا حبايبي. اللي كانت بتعجن معايا دي حماتي. طبعا يا حبايبي كده احنا كنا عاجنين العجين بتاعنا ده. وعايزه اقول لكم لو انت هتعجني عجين كتير زي ما انا هوريكم دلوقتي بطريقه سهله وسريعه ومش هتتعبك، لو اي حد مثلا في الفلاحين وبيعجن كميه كبيره زي كده بطريقه سهله وهتريحك ومش هتتعبك. احنا طبعا بنعجن العجين عندنا حاجة كده اسمها شوية بشوية، هما بيقولوا عليها لتة بلتة، بس طبعا انتوا مش هتفهموها. فانا طبعا اقول لكم بنعجن شوية بشوية، يعني الدقيق كله بيبقى في قلب الطشت زي ما انتوا شايفين عادي. وبنحط المية بنعجن شوية بشوية بنحطهم جنبنا كده في صينية كبيرة. وبعد ما بنتوه المية في الدقيق بننزل بقى بكل العجين بتاعنا في الطشت تاني. بعد ما بنحطه بقى كده كله، طبعا هو كله دلوقتي كل الدقيق بتاعنا ما فيهوش اي ميه. الميه كلها دابت في قلب الدقيق وعمل عجينه كده معانا. فطبعا بقى بنحط العجينه كلها في قلب الطشت وبنظبط بقى العجينه بتاعتنا ونحط لها بقى ميه براحتنا وبنقعد بقى كده نظبطها ولما بتبقى حلوه معانا ونلاقيها بتشد معانا كده بنعرف ان العجينه بتاعتنا ايه كده اتظبطت. طبعا احنا بنحط في الميه ايه يا حبايبي وبنحط ايه على الدقيق؟ يلا انا اقول لكم. طبعا احنا لما بنحط الدقيق في الطشت بنحط على الدقيق ايه بقى؟ بنحط خميره، بنحط رشه ملح، وبنحط رشه سكر سنه عن الرسول ان انتي بتحطي عليه افضل الصلاه والسلام، ان انتي بتحطي رشه في العجينه بتاعتك بتاعه الخبيز بتحط لها رشه ملح ورشه ايه سكر. فاحنا طبعا كنا حاطين رشه ملح ورشه سكر وطبعا حاطين الخميره بتاعتنا. وبعد كده يا حبايبي بتحطي بقى كيس ده سر طبعا مش هتلاقيه عند اي حد. بنحط كيس كده بيكنج باودر اللي هو اللي هو بتاع اللي هو يا حبايبي بتاعه الكيكه. البيكنج باودر ده بتاع العجينه بتاع الكيكه. طبعا هتحطي كده كيس بيكنج باودر معاكي على الدقيق بتاعك. وهتروحي بقى بتسمي بسم الله وهتروحي بقى جايبه ميه دافيه، يعني تكون ميه دافيه عشان انت طبعا في الشتاء هتحطي له ميه دافيه علشان ايه؟ يخمر معاكي بسرعه. لو انت في الصيف هتحطي له ميه ساقعه عادي من الحنفيه. طبعا احنا كنا جايبين ميه كده دافيه حطينا بقى على العجين بتاعنا. وبعد كده كنا بنعجن شويه بشويه بنحطه في صينيه كده جنبنا. وبعد كده حطينا العجين كله في قلب الطشت زي ما انتوا شايفين كده وهننزل بقى فيه كده بايدينا وبكل قوتنا. عايزه اقول لكم ان الكميه كانت كبيره وكانت طبعا متعبه يعني. مش سهل ان انت تعجني العجنه دي. طبعا انا حماتي طبعا اللي كانت معلماني العجين. فطبعا انا لما اتجوزت طبعا يا حبيبي انا ما كنتش بعرف اعجن ولا اخبز اي حاجه خالص في خبيز الفلاحين. فطبعا انا اتعلمت يعني واحده واحده طبعا كنت بتعلم. ومش عايزه اقول لكم الله يساعدهم يعني ان العجين بجد بيتعب جدا. مش اي حد يعرف يعجن يعني العجين بالذات يعني مخابيز اللي عجينه. فهو العجين بجد بيتعب جدا فمش اي حد بيعرف يعجن. فحماتي طبعا دلوقتي كده كان بتورينا عشان تعرفي العجينه بتاعتك حلوه ولا لا. فانت لما بتعمليها بالطريقه دي وتعمل زي بالونه كبيره كده بتعرفي ان العجينه بتاعتك كده اتظبطت. طبعا انا قعدت احاول قصادها علشان اعرف اعمل البالونه اللي هي بتعملها دي. طبعا انا معرفتش خالص. هي الله اكبر يعني علشان بقالها كتير بتعرف تخبز وكده. فطبعا هم متعلمين انا ما بعرفش اعملها خالص. حاولت كذا مره ان انا اعرف اعمل البالونه دي في العجين ما بعرفش اعملها خالص. لو اي حد بيعجن يعني في الفلاحين وبيعرف يعمل البالونه دي هي حماتي بيقولوا عليها صندوق، بيقولوا عليها يعني الطريقه دي بيقولوا عليها صندوق. فاي حد بيعرف يعمل الحته دي يقول لي في التعليقات. انا الصراحه ما بعرفش اعملها يعني وحاولت كتير ما بعرفش اعملها. ودلوقتي بقى يا حبايبي كده خلصنا العجينه بتاعتنا وظبطناها وهنتشاهد عليها اللي انتي بننزل بقى اي حاجه في ايدينا عجين اي حاجه في ايدينا وبنبلس بقى العجينه بتاعتنا كده ونتشاهد عليها طبعا. وبعد كده بقى يا حبايبي سامحوني بس على صوتي عشان عندي شويه برد فسامحوني. بس فبعد كده بنتشاهد على العجينه بتاعتنا وهنغطيها بقى كده زي ما هوريكم دلوقتي. اهم حاجه يا حبايبي ان انت تغطيها وتكون في مكان علشان احنا طبعا في الشتاء في مكان دافي علشان العجينه بتاعتك تخمر بسرعه. فاحنا غطيناها كده بصينيه كبيره وبعد كده نزلنا عليها ببطانيه. البطانيه دي طبعا هتخلي العجينه بتاعتك تسخن بسرعه وتخمر بسرعه ما تاخرش معاكي في التخمير وبالذات ان احنا في الشتاء يعني. فطبعا بقى كده يا حبايبي وجبنا بقى كده بطانيه برضو وتكون قديمه عندك ما بتستعمليهاش.
وفرشناها كده وحطينا عليها الرده بتاعتنا. طبعا الرده دي احنا نخلينها من الدقيق، دي الرده اللي بتبقى نازله من الدقيق بننخلها كده على البطانيه. وبعد كده بقى العجينه بتاعتنا، الله اكبر اللهم صل على النبي، العجين بتاعنا خمر زي ما انتوا شايفين كده. يعني شفتوا انتوا الكميه بتاعته كانت قد ايه في الطشت؟ يعني الضعف مرتين زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله يعني. جبنا بقى كده العجين بتاعنا بعد ما خمر كده ما شاء الله زي ما انتوا شايفين، وهنقطعه بقى كده بدقيق. لو احنا في الشتاء بنقطعه بزيت، لو احنا قصدي في الصيف بنقطعه بزيت، بس احنا عشان في الشتاء بنقطعه بدقيق زي ما انتوا شايفين. بس طبعا ولازم تغطيه كويس جدا عشان ما يقشفش منك، علشان انا هوريكم دلوقتي في شويه احنا ما غطيناهمش كويس فقشفوا منا. العيش كان مقشف كده من الوش وهو عجين لسه. وفي شويه طبعا كنا مغطينه بمشمع وحته قماشه قديمه، ده ما كانش مقشف، كان طري وجميل جدا. طبعا ده كده يا حبايبي حماتي كده وهي بتقطع العيش من الطشت في قلب، بتقطعه بالدقيق. ولو انت عايزه تقطعيه بزيت عادي يعني ممكن بدل الدقيق ده بتقطعيه بزيت، فبراحتك زي ما انت عايزه. بس لو انت في الشتاء هو بيفرق من الشتاء والصيف، لو انت في الشتاء بتقطعيه بدقيق، ولو انت في الصيف بتقطعيه بزيت. بس كده يا حبايبي قطعنا كده العيش زي ما انتوا شايفين كده. هنملى البطانية دي كلها كده عيش متقطع، وهنسيبه بقى كده يرتاح على الردة. هنغطيه كده بملاية قديمة عندنا وهنحط كده تحت الأول هنحط مشمع، وفوق المشمع هنحط ملاية. وبعد كده هنسيبه يرتاح كده على الردة لمدة مثلا ربع ساعة بالظبط. وبعد كده بقى هنشغل الفرن بتاعنا، وهنبتدي بقى نخبز العيش الجميل الفلاحي اللي انتوا شايفينه ده. هوريكم برضو دلوقتي كل خطوة بخطوة، وهوريكم شكل العيش بتاعنا الجميل، وهوريكم برضو عملنا ايه. طبعا بعد ما بنملى البطانية كلها كده عيش، طبعا بنغطي العجين بتاعنا لغاية ما بنخلص خبيز. نخلص يعني كل كمية الخبيز العيش اللي احنا قطعناه، وبنبتدي بقى ايه، الشوية اللي احنا حشناه بنبتدي نقطع كده اول باول ورا بعضه، علشان طبعا العجين بتاعنا بيبقى خمر جامد يعني في الطشت وكده. هوريكم دلوقتي كل خطوة بخطوة بنعمل ايه. احنا كده طبعا نخلص بقى تقطيع العجين، وهنبتدي بقى في الخبيز. مش عايزاكم تنسوا تصلوا على النبي كل وقت كده، تصلوا على النبي فيه وقولوا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وتذكروا الله في كل وقت. طبعا يا حبيبي حماتي بقى اللي كانت بتقطع وكده، انا مش بعرف اقطع، انا يا دوبك اللي بعرف اعمله ان انا بعرف اعجن والقط كده العيش من على الرده واوسعه شويه وارميه بقى ايه على المطرحه كده للي هتخبز قدام الفرن. هو ده بس اللي انا بعرف اعمله يعني على قدي، والحمد لله انا عرفت اتعلم كده. طبعا الخبيز ده حاجه صعبه جدا ومش اي حد يعرف يتعلمها، وانا اتعلمت كده طبعا بعد تعليم 7 سنين علشان اعرف بس اتعلم اعمل اللي انا بقول لكم عليه ده. فطبعا حكايه ان انا اوسع قوي وارمي في الفرن كده، ده طبعا استاذ اللي بيعرف يعمل كده. وحكايه ان انا اظبط العجين طبعا مش بعرف اعمله قوي يعني. طبعا زي ما انتوا شايفين كده انا بلقط العيش من على الرده، واحطه كده على المطرحه زي ما انتوا شايفين كده، اوسعه شويه بايدي. انا بعرف اوسع ما بعرفش ارحرح قوي على المطرحه يعني. اللي انا بعرف اعمله بوسعه بايدي كده. وعلى فكره الطريقه دي جميله جدا لو العجينه بتاعتك معاكي مظبوطه، بتفرد معاكي بسرعه لو انت هتوسعيها بايدك على المطرحه. بوسعها بايدي كده، وطبعا برميها بقى للي قاعده قدام الفرن، هي بتوسعها بقى قوي على المطرحه الكبيره. يعني لازم مراحل كده، واحده بتقعد تلقط وتوسع شويه وبترميه للي قدام الفرن على المطرحه الكبيره، وهي بقى طبعا بتوسعها قوي وبترميها بقى كده في الفرن. هوريكم برضو دلوقتي وهي بترميها في الفرن، والعيش بتاعنا بيتخبز في الفرن شكله جميل جدا وحاجه تحفه والله بجد. ولو انت عملتي ده حاجه كده في البيت لاولادك، مش لازم تعملي كل الكميه اللي انت شايفاها دي. احنا طبعا عشان بيت عيله وكده فبنعمل كميه كبيره. لو انت طبعا اسره بسيطه يعني اسره من 4 افراد من 5 افراد، ممكن تعملي بقى كميه كده على قدكم، ومش لازم تعملي عيش كبير، ممكن تعمليه كده قطعيه صغيره. وحاجه جميله في البيت وحاجه نظيفه بايدك انت عاملاها وخبزاها، مش مثلا جايباها من بره او قلقانه مثلا يكون في اي حاجه، دي حاجه في البيت انت عاملاها بايدك. فطبعا الخبيز ده عايزه اقول لكم ان حاجه جميله جدا وحاجه كده في البيت بتبقى يعني حاجه في البيت بتستر لك البيت يعني. في اي وقت محتاجه عيش ولا اي حاجه بيبقى موجود عندك العيش في البيت. طبعا احنا في طريقه طبعا احنا بنعمل كميه كبيره وبنشيلها في البيت. طبعا هتقولوا لي العيش طري بيبوظ وازاي بتشيلوه الكلام ده. لا احنا طبعا يا حبايبي ما بنشيلش العيش طري، احنا بنحمص العيش وبنشيله متحمص. هوريكم برضو دلوقتي احنا بنعمل ايه في العيش بتاعنا. بنمسك كده بقى يا حبايبي العيش بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده، بنقطع العيش 4 ترباع بمقص
او بسكينه اللي انت عايزاه. بنقطع العيش، هو بيبقى مدور قدامكم كده زي ما انتوا شايفينه. بنمسكه كده نقصقصه كله كده 4 ترباع. وبعد ما بنقصقصه 4 ترباع وبنخلص خالص خبيز، بنمسك بقى العيش يا حبايبي نحمصه في الفرن. عايزه اقول لكم بقى طبعا العيش بتاعك لما بتحمصيه في الفرن هيقعد معاكي مده طويله، لو حتى قعد عندك 5 6 شهور. طبعا بنخزنه عندنا كده في قلب قفص كبير بتاع عيش، وبنشيله عندنا. وبنمسك بقى العيش بتاعنا الطري زي ما انتوا شايفين كده اهو، بنقصقصه كده 4 ترباع زي ما انتوا شايفينه، وبننشره كده على حاجه بعد ما بنحمصه. طبعا انا وريتهولكوا هو طري، طبعا ده كده يا حبايبي متحمص في الفرن ناشف. بنسيبه كده يتهوى في فوق السطح كده، بنحطه على خشب كده يتنشر ويبقى نشف كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بقى بنشيله ونحطه عندنا كده في قفاص كبيرة او كرتونة كبيرة، وبنشيله بقى عندنا بيتخزنه. وساعة ما بنيجي ناكله بنطلعه نبل الشقة كده، بنبلها كده ونلفها في فوطة وبتطرى بقى معانا وبناكلها عادي. وده طبعا العيش بتاعنا يا حبيبي. وده بقى كده يا حبايبي العيش بتاعنا بعد ما نشف كده خالص. بنبله بقى كده كده يا حبايبي تحت الحنفية، وبنجيب طبعا فوطة قديمة، اي قماشة قديمة عندك يعني، حاجة تكوني مخصصاها بس كده للعيش. ونحطه كده نلفه وبيرجع بقى طري تاني وبناكله وبنخزنه عندنا ناشف كده. ويا ريت يا حبايبي اللي عجبه العيش بتاعنا ما ينسانيش في اللايك والشير. وبالله عليكم بالله عليكم انا عايزه لايكات كتير وتعليق حلو كده بتدعموني فيه، وتشتركوا لي في القناه. والسلام عليكم يا حبايبي، وسبتكم كده يا رب في رعايه الله.